السلام عليكم. ازيكم يا باشمهندسين، يا رب الجميع يكون بخير. اهلا بحضراتكم في دبلومه المباني العاليه. في الدبلومه دي يا باشمهندسين احنا موجهين الشرح بتاعنا للمباني العاليه بحيث نقدر نتعامل مع المباني متعدده الطوابق مع تزريع 10 ادوار او كمان ممكن نوصل مع تزريع يوصل ل 20 دور. الدبلومه يا باشمهندسين مكونه من 3 اجزاء. الجزء الاول يا باشمهندسين هو السايزميك مانيوال، عباره عن التصميم اليدوي الزلزالي. هنتكلم فيه عن أكتر من موضوع. أول حاجة مقدمة عن السايزميك ديزاين، بعد كده نتعامل مع الريسبونس سبيكترم أو نفهم يعني إيه ريسبونس سبيكترم. بعد كده بنتكلم على السايزميك ديزاين بارامترز، إيه هي معاملات الزلزالية. بعد كده بنتكلم على اللود كومباينيشنز والتورشن والدريفت. بعد كده في المحاضرة الخامسة بنتكلم على البي دلتا، وكمان بنتكلم على الاستراكشرال سيبريشن أو المسافة اللي محتاج أسيبها من كل أو في الفاصل الزلزالي. والمحاضرة السادسة بنتكلم عن الويند لود. ده أول جزء في الدبلوم. الجزء التاني في الدبلومة عبارة عن مجموعة من التوبكس المتقدمة شوية بنتكلم فيها عن كذا موضوع. أول حاجة بنتكلم عن السنتر اوف ماس والسنتر اوف ريجيديتي وإزاي أقدر إن أنا أحسبهم. تاني حاجة كمان بنتكلم على أنواع الفريمات عشان أقدر أعرف السيستم اللي أنا هشتغل بيه في المشروع هيكون إيه، وساعتها أقدر أحدد كمان البارامترز اللي أنا هشتغل بيها. بنتكلم كمان على الترانسفير إيليمنت وإيه هي العناصر اللي أنا محتاج أصممها كأوفر سترينث ديزاين. النقطة الرابعة بنتكلم على الشير وول والكورز الخاص بالتصميم بتاعهم. الجزء الثالث في الكورس يا باشمهندسين هو مشروع كامل، عبارة عن برج 20 دور مع تزريع يوصل ل 14 دور. بنصممه تصميم كامل من أول قراءة اللوحات المعمارية لغاية عمل الدي اكس اف والنظام الإنشائي، عمل الموديلنج على الإيتابس، التشيكات الخاصة باللاترال لود، وتصميم العناصر الرئيسية من أعمدة وحوائط. بعد كده نعمل اوفر سترينث ديزاين ونصمم العناصر المحتاجة يتعمل لها اوفر سترينث ديزاين. بعد كده نعمل تشيك على البانشنج عشان نتأكد إن سمك البلاطات وسمك الأعمدة مناسب. بعد كده بنصمم البلاطات وبنصمم الرفت. ده محتوى الدبلومة يا باشمهندسين، ولكن في مجموعة من الإضافات بنجهزها الفترة اللي جاية هتضاف بإذن الله، زي تصميم الديافرام وبعض برضو المواضيع المتقدمة هنتكلم فيها مع الوقت إن شاء الله.